اهلا بيكم معانا في قناة اكلة ترندي. النهاردة هنعمل لكم اكلة حلوة خالص، مسقعة باللحمة المفرومة. المسقعة دي هنعملها في الاير فراير عشان تبقى صحية. هنستخدم بتنجانتين، هنقطعهم شرايح. طبعا يا ريت البتنجان ما يكونش فيه بذر عشان ما يبقاش طعمه ممرر. الشرايح هنقطعها زي ما حضراتكم شايفين سمكها. طبعا المسقعة ديت مش هيكون فيها زيت ولا هتتعبكم خالص، وطعمها هيطلع احلى من المسقعة العادية. زي ما حضراتكم شايفين، بعد ما خلصنا الشرايح هنبدأ ندهن البتنجان بالزيت. بعد ما خلصنا دهنه هنحطه في الاير فراير. مش هياخد وقت خالص، تقريبا بياخد تلت ساعة. هنا انا مجهزة حوالي كوباية بطاطس شرايح وكوباية جزر شرايح. طبعا لو عندك اي خضار حابة تستخدميه ممكن تستخدميه في المسقعة. هنبدأ ندهنها زي البتنجان. انا هنا بستخدم زيت الزيتون، ممكن حضراتكم تستخدموا اي نوع زيت حابين. طبعا الطريقة دي حلوة قوي وتثبت لكم اللي احنا ممكن ناكل اي اكل بس بطريقة صحية. هنا هستخدم فلفل احمر وفلفل اصفر. لو حابين فلفل اخضر، اي فلفل الوان عندكم حابين تستخدموه، هقطعه برضو ل4 وهندهنه بالزيت وهنحطه في الاير فراير برضو.
زي ما حضراتكم شايفين انا رصيته في الاير فراير، وهنحطه جنب البتنجان، وهنبدأ نجهز خلطة المسقعة. هنحط ربع كوباية زيت في الطاسة على النار، وننزل بكوباية بصل متقطع مكعبات. انا هنا عاملاه خشن شوية عشان طعمه يبان في المسقعة. هنقلبه لحد ما يبدأ يصفر. هنحط كيلو لحمة مفرومة، ممكن نستخدم نص كيلو ربع كيلو حسب امكانياتنا. ولو حضراتكم عاوزين تستغنوا عن اللحمة خالص ممكن عادي، مفيهاش اي مشكلة. هنبدأ نقلبها لحد ما يتغير لونها. هنضيف معلقة فلفل اسود، ومعلقة ملح، ومعلقة 7 بهارات، ونقلب. هنضيف كوبايتين عصير طماطم. طبعا زي ما حضراتكم عارفين المسقعة بتحب الطماطم، لازم تكون فيها طماطم كتير. ونقلب كل ده مع اللحمة المفرومة. هنا هضيف معلقة توم متقطع شرايح، واقلب. هنحضر الصينية اللي هنحط فيها المسقعة، ودي الخلطة جاهزة عندنا. هنحط شوية من الخلطة في الصينية وهي فاضية. ده الخضار خرج من الاير فراير، ممكن نحمره زيادة حسب رغبتكم. هنبدأ نرص البتنجان والبطاطس، والفلفل، طبعا هنرصها الرصة اللي بتعجب حضراتكم، بس لما نرصها بشكل جميل طبعا بتبقى على السفرة شكلها حلو قوي. هنكمل الصينية كلها.
فوق الوش لحمة مفرومة من اللي احنا مجهزينها. انا هنا سايبه النص فاضي، مش هحط فيه لحمه مفرومه، وهدخلها الفرن على درجه حراره 200 لمده نص ساعه. بعد ما طلعت من الفرن نبدا نرش عليها جبنه موتزاريلا على اللحمه المفرومه. هنا انا هدخلها تحت الشوايه بس عشان الجبنه تتحمر شويه. وده شكلها لما طلع من الفرن، شكلها تحفه قوي، طعمها حلو وريحتها قلب البيت. يا ريت تجربوها، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. وبالهنا والشفا، اشوفكم في اكله جديده. مع السلامه.